لازم نحكي في موضوع العيد. موضوع العيد وكمية البوس اللي بتصير فيه، كمية البزاقة اللي بتطلع فيه، بمعنى أصح يا بي شو بتوقع. بيجي لك واحد معاه أولاد صغار يقول لك بوس يصير يحكي لك الولد صغير هون بزاقة هون خلص، تقول له خلص حبيبي خلص شكرا شكرا. ولا أسئلة العيد كيف حالك؟ الحمد لله. كيف شغلك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. وين بتروح؟ الحمد لله. خلاص يا حبيبتي خلاص، ايش تحكي لك يعني؟ حشكي لك همومي اخلص. ولا النسوان يا حبيبي على قعدات النسوان في العيد والله يا اختي خست علي ام فاطمه ومش عارف مين ولا المجاملات اللي كلها كذب. والله اشتقنا لكم ولا طول السنه ولا بنفكر فيهم، والله دائما في البال كعريطه. اقسم بالله ما صرناش يومين في سيرتكم نصابين. وبصير يقول لك يا اخي هذيك مره شفناكم في الحديقه، كنا نتصل عليكم بس مش عارف مين معوش في شاحن والثاني مش يلا السلام عليكم. كلكم لما تروح تاخذ معمول، يعني انا مثلا معمول التمر بحبه، بس لو طلع جوز ممكن استفرغ في نص القعده وتصير تحسس تطبطب عليهم. لما تطلع لك قريبتك هاي اللي ما بتشوف، خذ اللي على اليمين كله تمر اشمط جوز، طبعا خلص طبعا احنا الفلسطينيين في الاعياد فيش شيء احسن من سيرتنا، كلها على الموت. شو اخبار فلان جار مات، طب اللي قبل مات، طب اللي كانت تطلع مات. طبعا ما بتذكروا غير اللي ماتوا، مستحيل يفتحوا سيره بتفرح القلب. خلاص يقول لك يا ما والله ما بيكونوا شافوه مره واحده بالحياه بيقعدوا يحكوا عنه نص. والله كان منيح، والله كان زلمه صار، وانت تكون قاعد هيك. طبعا طب خلاص بعد مين هو اللي بتحكوا عنه؟ ابن عمة خالد سيد، ابن خالة ابوك من طرف ستك يا خلاص. بخلصوا سيره الموت بفوتوا على الاعاقات والامراض. فلان اجاه سرطان، طيب ماشي. فلانه بتروها رجلها، ماشي. طبعا انت بتخلص قعدة القرايب كمية طاقة سلبية مشحون لسنة، انت لسنة خلاص بدك تطلع لنفجر لو كلكم لما انت مثلا بتزور دار عمك بالاول، بعدين ثاني يوم هم بيزوروكم، قال احنا بنتفاجئ نفس الاسئلة، قال انه احنا العيد عندنا بالعيلة اول ما بتصحى من النوم تلاقي اولاد العيلة مصفطين طابور. خلاص طلع المصاري اجمد. اقسم بالله كلكم وانا صغير لما كان ابوي يشنقني بنطلون القماش للهوز بنطلون القماش يا ابي. هذا بنطلون القماش خاوه بالعيد، بدك تلبس بنطلون قماش يا ما بدك تلبس بنطلون قماش، يا ما بدك تلبس بنطلون قماش، اشمط للرقبه واطلع عند دار عمتك. وطوق بنطلون قماش من البطحه، بتعرفش بنطلون القماش بيكون لونه عنابي يا زلمه يا زلمه عنابي، ما بديش البس بنطلون قماش. اعطيها بنطلون عنابي قميص مشجر اشمط اسمك توفيق. خلص وانت صغير، انت اصلا وانت صغير خلقه معطوب، يعني انا صغير كنت عباره عن سنين خلقه معطوب، كمان تلبسني خلص تفوت عند عمتك هيك كيف حالك يا محمد الحمد لله. طبعا هاي غير لما يكون في اولاد مثلا هيك اولاد فايعين لابسين جينز يطلع عليك يقول لك بتكون امك من النوع اللي حزنانه عليك، فبتصير تعطيك نظره الاسف هاي، تصير تقول لك خلاص هيك ما مش مشكله، ابوك هذا زلمه بتصير تقول ماشي والله ربيكم. وخاصه كلكم لما يصير يمدحوك اولاد العيله مدح رهيب، والله ما شاء الله عليه محمد والله كبران، لا والله صار لي غايب 4 سنين بدي اصغر، طبعا بدي اكبر يا حج انت وياه. وهاي طبعا لازم اجيب سيره الهريسه، هاي الهريسه خلاص كل هريسه بديش اكل هريسه، بديش اكل هريسه وان شاء الله ما بديش اكل هريسه اذا محلوا عني. طبعا كلكم احنا اولاد صغار لما كان مع ابوي كروسيدا بوكس خلاص حوش اولاد صغار اشمط في الزاويه يجي حظك هيك تقعد هيك تعطيها القعده. طبعا هذا غير انه ابوك بيكون ماشي 40 بصير تقول يابا الشارع فاضي خلاص هيك الحج عندنا هيك كان يسوق الله يرحمه وروح الله عليه. طبعا مكيف السياره يا دوب واصل توصل شلال مي، خلص شلال مي بصير تقول لك امك استنى شوي البس بنطلون القماش الثاني ضل خالتك جاي، روح اعطيها بنطلون قماش الثاني هذا ايش بيكون لونه برتقالي يا اخي الوان اقسم بالله لما افتح الصور ايش كاينين يعملوا فينا يلعن ام الالوان. طبعا نفس الاسئله كيف حالك الحمد لله شو الحمد لله انت بتعطيها خلاص هيك وروح بس في شيء زمان بالعيد والله كان له طعم، كانت الحجه عندنا تعمل معمول، الحين المطاعم كله صار جاهز، هذا هيك جمعه المعمول كانت رهيبه اقسم بالله، كان في هذا المطرقه هاي المحفوره من النص اللي التمر لها شكل والعجوه وروح اشمط في الطبليه
يلا روح اقدح اشمط. نضلنا طبعا هاي الطبليه افضى عرضها الطبليه كنا ننام عليها تمر، ندرس، نتزحلق، نقاوم، كل اشي، ولسه الطبليه قعدت 20. طبعا لا، وكله كون وانت صغير قام متعود في رمضان تسهر للتنتين ولا الثلاثه، يجي العيد دب نام الساعه 11. طب كيف؟ بزر اكبس زر وانام الساعه 11. يقول لك ابوك لا بدك تنام الساعه 11 في عندك مدرسه الاسبوع الجاي. طب يابا ما انا كنت انام الساعه، بدك تنام الساعه 11 خلاص بصير انت زي ولاد صغار، افرك في المخده والاحوسي في المخده، يلا روح. هذا اول يوم في المدرسه بتكون انت نمت 6 الا تلت، صحاك الساعه 6 هيك العنين، يقول لك ما انا قلت لك يلعن ابوك. ما كنت افوت على الحمام انام على الكابينيه، يجي يخبط على الباب، يلا يا ابن الصرامي، يلا هاي المحاضرات اللي على الطريق يا بي، هاي اكون قاعد محاضرات كل البهدله يحوش لك اياها في الطريق من البيت للمدرسه. توصل المدرسة نفسك تمسك المدرس تخبطه، يلعن ابو المدرسة عابو اللي بيجيها يا اولاد الكلب. طبعا هم الحصة الاولى خلاص انت بيكون اغمى عليك، بصير المدرس يتزانق، خلى المدرس الفلسطيني اللي بيمون عليك عشانك فلسطيني، قوم يا محمد. الله اقسم بالله ذكريات، والله ما ذكريات فلسطينية ما لهاش حل. فيش لا شبشب شاط اشي داخل مستحيل هاي الذكريات تعدي على خير. يعني هل في عيلة فلسطينية عاشت حياة من دون ما تاكل الشاط والشباشب؟ مستحيل يا زلمة، وانا كناش طلعنا هيك. صح، تذكرت شغلة لما ترجع على البيت بنطلون القماش العنابي وتكون موقع عليه بوظة، مش اسكري، ما كان اسمه اسكري، بوظة، تفوت على ابوك هيك، ابوك يقول لك كثر ما هو معصب على البنطلون القماش، تعالوا هات الشبشب معك. اقسم بالله انواع التدمير النفسي. يعني انت تجيب السلاح اللي حتنضرب فيه، الله اكبر، والله بالجيش ما عملوها يا زلمه. تجيب بتروح انت بتيجي زي الحمار، مش انت بتصدق زي الحمار، تقول يابا هي الشبشب، يابا هي الشبشب يلعن ابو. تفوت على غرفتك بيجوا اخوانك صغار من طرف الباب، تطلع خلاص يا اخي طلعوش علي، انضربت شو اعملكم يا اخي.